السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة نهار اليوم راح تكون دجاج محمر في الفرن مع بطاطا مشوية في الفرن. راح نقدمه لكم بواحد التتبيلة تجيب الزف بنينة ويجي طيب زبدة. أيضا البطاطا تجي مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل. بلا ما نكتر الهضرة، الفيديو راهو يشرح نفسه. نروحوا لطريقة التحضير. أول حاجة بديت بها هي تتبيلة الدجاج اللي كنت درت فيها 3 فصوص ثوم ربيتهم، شوية كمون، شوية فلفل أحمر حلو، اللي يحب الحار يدير الحار، شوية فلفل أسود، زنجبيل. درت 3 ملاعق كبار زيت و2 ملاعق يايوغت ناتير، وزدت معاها نصف كأس ماء ونحرك بهذه الطريقة. أنا هنا كنت نسيت الملح، زدته في الأخير. نخلطوا شويه كامل المكونات مع بعض ومن بعد نروح نضيف الدجاج. انتم هنا الدجاج ديروا على حسب افراد العائله، تحبوا ديروا كويس ولا تحبوا ديروا صدر دجاج ولا تحبوا ديروا دجاجه كامله. وقبل ما تحطوا الدجاج ديروا فيه ثقوب بالسكين باه التوابل تدخل فيه الداخل. ونوزعوا التتبيله على كافه الجهات، نغطوها بابي سيلوفان ونخلوها في الثلاجه مده ساعتين. هنا جبت بلاطو اللي يدخل الفرن، قطعت فيه البصل قطع صغيرة كيما راكم تشوفوا، زيد حكمت الجزر قطعته بهذا الشكل. ونحط فوقهم الدجاج بعد ما خليته لمدة ساعتين في الثلاجة. نحطوها بهذه الطريقة على هذيك الجهة كي تنصف الطياب، نجبدوا البلاطو ونعاودوا نقلبوها على الجهة الأخرى. وهذيك لاصوص اللي قعدت في الغيسيبيون نعاودوا نفرغوها فوق الدجاج، نغلفوها بالألمنيوم بهذه الطريقة وندخلوها للفرن الطيب. هنا الدجاج كنصف الطياب عاود قلبته على الجهة الأخرى بهذه الطريقة، ونعاود نغطيه بالألمنيوم ونرجعه للفرن يكمل الطياب تاعو. كي نلقيه طاب تماما نحلو الألمنيوم، نشعل الفرن من الأعلى ونسقيه كيما هاك بهذه الطريقة باه ما يجيش الدجاج تاعنا ناشف، ونخليه يتحمر من الأعلى. أشاك فوا نكرر هذه العملية باه ما يجيش الدجاج تاعنا ناشف. ونروحوا لطريقة تحضير البطاطا. أول حاجة جبت البطاطا قشرتها غسلتها وقطعتها بالطريقة اللي راكم تشوفوا فيها. هذه طريقة تاع تحضير البطاطا تنفع ياسر الناس اللي مدايرين ريجيم، وأيضا الناس اللي يحبوا ياسر البطاطا المقلية. تقدري تعتمدي هذه الوصفة كبديل للبطاطا المقلية. ودرك نروحوا لطريقة تتبيل البطاطا. درت 2 ملاعق كبار زيت، تقدري تعوضهم زيت الزيتون، شوية زنجبيل، شوية فلفل أحمر حلو اللي يحب الحار يدير الحار، شوية ملح. نخلطوهم شوية مع بعض ونحطو فوقهم البطاطا ونتبلوها بهذه الطريقة. من بعد نجيبو بلاطو اللي يدخل الفرن، نفرشو فيه بابي دو كويسون نحطو فوقو البطاطا اللي كنا تبلناها بهذه الطريقة. ندخلوه في فرن كنا سخناه من قبل، نشعلوه من الأسفل. كي نشوفو البطاطا طابت نعاودو نشعلو من الأعلى ونخلوها تحمار. هذه هي النتيجة النهائية، جت طايبة زبدة إضافة إلى البنة ما نحكي لكمش. رافقتها مع صوص الجغيان وبديل المايونيز بدون بيض. راح نخلي لكم الوصفة تاعها في صندوق الوصف. هذه هي كانت وصفتنا تاع نهار اليوم، نتمنى انها تكون عجبتكم. ودرك نخليكم في امان الله، الى الملتقى ان شاء الله.